الكل في صغره عندما كان يشاهد مسلسل دراغون بول كان يعتقد أن كل من بحوله حشرات وأنه هو فرعون زمانه، ليكتشف في الأخير بعد أن يشقلبوه أنه مجرد حماس كاذب صادر من أغنية البداية. لذا سنعرض عليكم في هذا الفيديو بعض الفراخ الذين قرروا التحول إلى شخصيات دراغون بول الخارقة. شبيه فريزر. يعتبر فريزر من أكثر المفسدين في الأرض، حيث أطلق عليه اسم إمبراطور الشر. سبحان الله، دائما الشرير يكون شكله مثل شكل الحنكليس والعياذ بالله من كثرة إفساده في الأرض. مثلا الشيخ توم من أجمل ما رأت العين، حفظه الله من عين بني آدم. شاهد شبيه فريزر، شفتاه سوداوتين كأنه مدمن على الحشيش. شبيه بيكولا. من منا لا يحب بيكولا صاحب الرأس المفرقع؟ هذا الفضائي صاحب لون الضفدع تعرض لارتجاج في المخ على مستوى البصلة السيسائية، لهذا في أغلب الأحيان قد تجده يضع عمامة الشيوخ على رأسه. لا يمكن القول أنه شيخ من درجة الشيخ توم، لكن المهم أنه تاب وعاد إلى صوابه. يمكن لهذا المخلوق الغريب تجديد أطرافه إذا تم بترها مثل عفريت المياه. شبيهه يحاول تقليد هيبة الشيخ توم، لكن هذا الأمر سيأخذه الشيخ بمحمل الجد، حيث يعتبره تحديا له. شبيه جحش المياه. اسمه الحقيقي ماجين بو. كان سمينا في بداياته مثل هذا المخلوق، أشحم الوجه. كان رجلا طيبا رغم أنه كان يرتدي حمالات الصدر، لكن لا مشكلة. في الأخير اتبع نصيحة الشيخ وشفط دهونه المتدلية على سرته، فأصبح أكبر دجال في المجرة والعياذ بالله. المشكلة أن هذه المضغة الشريرة تعمر في الأرض أكثر من 5 ملايين سنة، ويصغر حجمه مع مرور الوقت حتى مسخ وصار مثل الأقزام. لن تصدقوا أن شبيهه امرأة. هذه العفريتة صاحبة الأذن المخرومة كأنها نسخة طبق الأصل لهذا المجرم. شبيه الصرصور أزرق الوجه. يعرف هذا المدرب بحكمته، حيث تدرب على يده جوجو رغم أنه مجرد صرصور، فهو يدرب الأخيار فوق كوكبه الذي مثله مثل حبة الحمص. شاهد شبيهه. عنده قرون استشعار متدلية مثل آذان الجحش. شبيه الساقطة مارون. صراحة كنت سأعرض صورها بدون تعتيم لاعتبارها مجرد كرتون بدون وعي أو ضمير، لكن لولا فتنة الشيخ توم لفتن الجميع، وأنتم تعلمون أن الفتنة أشد من القتل. قد يعتقد البعض أنني فقط أبالغ، لكن لن تصدقوا أن حتى السحلف فتن وتحرش بها. شبيهتها كذلك تتنافس على التعري. هدانا الله وإياكم سواء السبيل. شبيه القط المنتوف. هذا القط المسلوخ قد تعتقد أنه بريء، لكنه مفسد في الأرض مثل يأجوج ومأجوج. شاهد القط وشبيهه. أجسام بني آدم ورأس قط وآذان حمار. شبيه القاتل المأجور تاو باي باي. سبحان الله، ملامح الغدر بارزة على وجهه لدرجة أنه يعذب حتى الأطفال الصغار. شاهد شبيهه. يقف مثله واضعا يديه خلفه كأنه صاحب هذا الكون. شبيه حجر التيمم. هذا الفرخ الأصلع كنت من أكثر المعجبين به، فرغم صغر حجمه كان يتعارك مع العمالقة وعادة ما يفلقونه. شاهد خليفته. شبيه جوجو عندما كان فرخا بذيل قرد. الأكثرية يكنون لجوجو الحب والاحترام بسبب أعماله النبيلة ومساعدة الشرفاء. شاهد شبيهه. يبدو ظريفا أكثر من اللازم وغير مؤهل لمواجهة بيجيتا والكائنات المفترسة، على ما يبدو لي أنه ما زال يرتدي الحفاضات. شبيه العجوز المنحرف.
هل تتذكرون اسمه يا أيها الأصدقاء؟ يعيش هذا العجوز في جزيرة تقع وسط البحر مع سلحفاة، وهو مدرب جوجو. لن تصدقوا أن شبيهه امرأة، شاربها ولحيتها مثل لحية الماعز.